السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة انتبهت متأخرا للمقارنة واستوصلت حضرتك نفسك متأخر جدا في الناس. أنا كنا طبعا قاعدين في البيت. ربنا معاك يا رب يا حضرتك. الحمد لله. طمني على الأخبار ماشية كويس الحمد لله. والله دلوقتي كويس الحمد لله يعني أنا طلبت حضرتك لأن الناس تسألني عليك. بس حاجة أيوه طبعا أنا مش عارف أقول لهم بس حبيت أسألك عشان أقول لهم والله هو الناس الكبار وحتى الشباب الصغيرين يعني الشباب امبارح موجودين كبار الشريعة وشباب من حازمين يعني كل الناس اللي هو في حاجة كده. صحيح هو بس الفكرة إنه عدم وضوح المسار شوية هو اللي بيخلي الواحد مش عارف زي يوم 25 يعني فهو نفس مشكلة 25 يناير هي الصور هي لما بتبقى فيها يعني إبهام بيبقى المسائل الحقيقة غير جيدة. فأنا مش عارف ممكن يعملوا إيه ده دلوقتي يعني النهارده مثلا مسألة زي ما بنسمع متجهة إلى الوصول إلى تنازلات وحل وسط الاتفاقات وكلام زي كده. أنا المعلومة اللي عندي واللي أنا بشتغل عليها أو المعلومة الصادقة الوحيدة اللي عندي إن إحنا في رابعة العدوية لو حدث التعامل الأصلي هنروح القصر والرجوع عند التحت. ده المعلومة اللي عندي وأنا نازل معايا سلاح مرخص بتاعي سلاح حي. كل الناس اللي معايا بتتنفس. لكن مسألة يعني إن يتم التنازل والتجاوز للملك نفسه دي مسألة يعني أنا شخصيا مش حازم الناس اللي معايا دون عن رقابة. وأدي قصر. ورابعة الشباب كلهم بتاع الجماعة الإسلامية وشباب كتير من الإخوان معاهم سلاح فعلا. هو طب بيقدر على اللي معاهم سلاح أو لكن حد تعرض عليه خالص لا خالص. بيقولوا في 17 في خالص البناء والتنمية. لا خالص لسه هتكلم بالصوت طارق الأمور قبل لا في حاجة كده. طيب ربنا مين يا رب العالمين ولا احنا عاوزينك تتحل يعني انا كمان عامل حضرتك هو يعني حضرتك قابلت الرئيس امبارح بيقول في اللقاء بتاع الجلسه لا يعني هي الصوره الان الحقيقه بس الفكره انه يعني واضح انها متجهه الى حد ما ان هو من الضغوط اللي اصبحت موجوده فيه انه هيحصل. انت عارف حضرتك انا لا يعني يتطلب الامر الا وضوح الرؤيه وانا بالنسبه لي حتى الآن وجود التغير الذي لا نعرف ايه هو بالضبط. تغير يعني التنازلات اللي ممكن يقدموها. لا يعني يحصل مثلا بقى ضغط على الرئيس فيقعد معاهم ويحصل تنازل أو اتفاق ما اعرفش ايه هو زي الوزارة مثلا يشيلوا مش عارف النائب العام ويعملوا ما اعرفش ايه وخليه لا أنا لا أظن الكلام ده حصل. حتى لو حصل تدوير الحكومة تدوير الحكومة لا أظن مسألة البلد والحمدين ولا الكلام ده. صعب أوي. حتى الإنسان زي ما هو مستخدم الاثنين دول بالذات. يعني ممكن يكون مثلا خلاص إن عبد الفتاح السيسي يشكل الحكومة مثلا. لا أنا ما عنديش أخبار من دي خالص. كل دي كلام بيتقال لكن ما عنديش اي اخبار. الاخبار اللي عندي ان الرئيس مساله اسقاط الرئيس ولا تنازله ولا دعوته لانتخابات مبكره ولا الكلام ده غير مقبول اطلاقا وغير مطروح اطلاقا. مساله اقاله النائب العام برضه غير مقبوله وغير مطروحه. الحاجه الوحيده اللي يمكن ان تطرح هي تغيير الحكومه وده مطلبنا كلنا من الاول. لكن مساله ان البلد يجي رئيس حكومه دي برضه مساله مش مطروح خالص يعني من تحديدا انا اتكلمت فيها مع الرئيس قال لي مستحيل. طب وشروع المظاهرات في المحافظات دي يا دكتور يعني حضرتك شايف ان هو انها مش مشكله ولا ايه؟ انا شايف انها مشكله خالص.